السلام عليكم. النهارده إن شاء الله هنبدأ كورس جديد عن بيكتوبلوكس بالعربي. في الكورس ده هنتعلم البرمجة بالبلوكات، وكمان هنشوف نفس الفكرة بلغة بايثون جوه البرنامج. يعني لو انت مبتدئ جدا أو عايز تبدأ برمجة بطريقة سهلة، الكورس ده معمول ليك. في الآخر هنعمل ألعاب ومشاريع بسيطة بإذن الله. طب أول حاجة عايزين طبعا نحمل بيكتوبلوكس. طبعا ده أول حاجة نكتب تحميل بيكتوبلوكس، بعدها هندوس على أول رابط وهنستنى شوية لغاية ما يفتح. ننزل تحت هنختار ويندوز ماك لينكس أيا يكن، وهننزل تحت هنلاقي هنا متطلبات التشغيل، وهنختار النسخة اللي احنا محتاجينها. أنا هحمل النسخة دي 64 بت. وبعدها هندوس no thanks I just to download بيكتوبلوكس. هندوس عليه كده. هو دلوقتي هحمل معاك عادي، لكن أنا كنت محمله فأنا هسطبه على طول. هو طبعا لو انت المفروض تحمله، لكن أنا عندي متحمل. بعدها اهو هندوس عليه سيت اب، وهيبدأ يحمل لغاية ما يظهر رسالة. ثانية واحدة. أي هندوس يس، ده نستنى. بعدها نختار المكان اللي هنسطب فيه. أنا مثلا نختار بارتيشن تاني، غير نختار بارتيشن مثلا بارتيشن 2 اهو. هندوس انستول وهيبدأ يحمل. هسيبه يحمل وهيسطب. دلوقتي بيسطب، هسيبه يسطب وهرجع لكم تاني. بعد ما اخلص يظهر لنا رسالة تنس انستول. دوت زي تعريف يعني، تثبت مع ال اسمه ايه، اكتب له. ماشي. بعد ما ثبتناه هندوس فينيش. يظهر لنا البرنامج اهو، بيكتوبلوكس. هندوس عليه دلوقتي يفتح. طبعا في عملية التسطيب هياخد وقت معاك، طبعا كأول مرة أثبته، فهو هياخد معايا وقت عقبال ما يفتح. وأنا أفتح الواجهة الرئيسية دي. ماشي. طبعا الواجهة، فتحنا الواجهة هندوس على البلوكس، هندوس اكس. ماشي. دلوقتي دخلنا البرنامج، فتحنا البرنامج. ماشي. أول حاجة ده اسمه بلوكس بلوكس بيلت. الجزء المكان ده اللي فيه الملكات اللي احنا بنستخدمه، اي بقى الموشن، اللوك، الساوند، الايفنت كنترول، كله. وهنا بقى الورك سبيس، المكان ده اللي احنا نسحب فيه البلوكات كده اهو. بنحط البلوك كده عادي جدا. وده الستيج اللي في المربع ده كده، ده كده اهو. ديت المسرح اللي بنشوف فيها شخصيات بتتحرك. ودي السبرايت، ده هو السبرايت، يعني الشخصية والعنصر اللي بنتحكم فيه. والباك دو الخلفية البيضة اللي هو الشخصية. الخلفية دي ممكن تتغير عادي جدا. ماشي. وهنا البايثون أو البايثون مود مش هنحتاجها دلوقتي، دي نكتب فيها بايثون جوه البرنامج، بس أنا مش هنحتاجها دلوقتي. وهنا الإضافات، extensions. طبعا نقدر نضيف مميزات أو أدوات زيادة، مثلا لو ذكاء اصطناعي أو أي حاجة. والجرين فلاج ده ده زر التشغيل، والريد دوت هو ده زر الإيقاف. طب أول تجربة تعالى نعمل حاجة بسيطة جدا. هنا نروح للبلوك. ماشي. نسحب بلوك الحركة، مثلا نخلي الشخصية تتحرك. هندوس وين كليك جرين فلاج اللي هي دي، نخلي الشخصية تتحرك 10 ستيبس. لو كبرنا ودوسنا جرين فلاج فعلا نلاقي الشخصية اتحركت. وده أول برنامج بسيط لينا في بيكتوبلوكس.
دي نهاية الحلقة، وبكده نكون اتعرفنا على البرنامج وفتحناه أول مرة. في الحلقة الجاية نبدأ نحرك الشخصية أكتر ونضيف أصوات، نعمل أول مشروع بسيط. ولو الفيديو عجبك متنساش تكمل معانا السلسلة، وسلام.